دبس أو معجون فلافلة، شطة دقوس وشطة بلدية وصفات سهلة ممكن نعملها بالبيت. اليوم حنعمل دبس الفلافلة وبسم الله مع بعض. من شكل الفلافلة بنقدر نحدد طعم دبس الفلافلة. لذكور الفلافلة 3 نتوءات، أما إناث الفلافلة 4 نتوءات، وطعمها أكثر حلاوة. كمان بنقدر نختار اللون، وكل ما كانت الفلافلة قاسية بتكون أفضل. بنتخلص من بذور الفلافلة والعروق البيضاء على شكل فلين، ولنتيجة أفضل بنتخلص من العروق البيضاء داخل الفلافلة. بنخلط الفلافلة بالخلاط حتى نحصل على قطع صغيرة. بنصفي الفلافلة، وأكيد بنحتفظ بمية الفلافلة لوصفة تانية. بنحط الطنجرة على عين الغاز الصغيرة على أوطى درجة، بنتركها تطبخ لمدة ساعة، وكل فترة بنحركها حتى نتأكد إنها ما لزقت بالطنجرة. بنتخلص من المي كل ما كشفنا غطا الطنجرة. بنضيف ملح الليمون لمدة حفظ أطول، ربع كوب خل، معلقة ملح بحري أو حسب الرغبة. بنترك الطنجرة مكشوفة من 20 ل 30 دقيقة. وهيك حصلنا على دبس فلافلة. هرستها بالخلاط، حصلت على قوام أنعم ولون كتير حلو. بنحفظها بعلب معقمة بالبراد لأكثر من 6 شهور، وعلى الوجه زيت زيتون. وهيك خلصت وصفتنا، صحتين وألف عافية.